السلام عليكم. فيديونا اليوم كرات التمر كلش طيبة وسهلة وبسيطة الطريقة والمقادير. بسم الله. عندنا هذه المقادير، مقادير حسب رغبتكم، تزيدون تنقصون، هذه شي راجع لكم. اللي استخدمته هنا بحشوة التمر أو كرات التمر الرمضانية اللي دايما نستعملها طبعا بالأعياد برمضان. عندي التمر، عندي جوز المبروش، وعندي جوز الهند طبعا المبروش، عندي الجوز، عندي دهن الحر ملعقتين، وعندي سمسم. هذه كل المقادير. إذا حابين تضيفون أي شيء من المكسرات أنتم حابين، أو حابين تبقون على هذه المقادير، هذا شيء راجع لكم وبراحتكم. هنا على الطباخ نضيف الدهن. طبعا تقدر تستخدمون الزبدة، هنا عندي دهن الحر متوفر فاستخدمته. طبعا ما يحتاج انه شلون نقول نسخنه كلش هواية او يذوب. دهن الحر ما يحتاج، او الزبدة مجرد تحطونها على النار تبدون تستخدمونها. هنا احمس السمسم، عندي المقدار السمسم اللي عندي احمسه حمسة خفيفة، شلون نقول بنات، ما يكون كلش لونه داكن، بس مجرد انه يتغير اللون يصير لونه ذهبي، ينطينا نكهة وطعم كلش طيب. طبعا السمسم هنا سمسم راح يذبلنا زيوت. الجوز المبروش، جوز الهند المبروش هم بمادة بنسبة زيوت العفو، فراح ينطينا زيوت. فملعقتين كلش كافية على مقدار التمر اللي تضيفوه. مثلا شلون نقول 4 قلاصات من التمر نقيسهن بالقلاص لهذه الكمية اللي سويناها، يعني كمية مو قليلة، كلش هواية. شفتوا بنات تغير لونه؟ مجرد انه تغير لونه شي بسيط ضفت كل الكمية اللي عندي، التمر، الجوز ويا السمسم، وبديت اقلب مثل ما تشوفون. وابدي امزج التمر. طبعا هنا ضفت بعد تمر، عندي قلت لكم هذه المقدار تقريبا 4 إلى 3.5 قلاص من التمر. هذه الكمية كلش كافية. فتشوفون ابدي اعجن حتى يختلط كل الزين وياي، تكون التمرات او كرات التمر كليتها متعجنة ويا الحشوة مالتنا، تكون عجينة واحدة. سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هنا يا بنات أي شغلة أو أي حاجة بالبيت نسويها، نسميه، نستغفر، نصلي على الرسول، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كثروا من الاستغفار بهذه الأوقات المباركة، أوقات شهر رمضان. يا رب ينعاد عليكم بالصحة والسلامة، وانتم بين أحبابكم وأقربائكم يا رب إن شاء الله الود والمحبة. هنا ضفت دارسين مطحون أو القرفة، اللي بعض يسموها القرفة مطحونة، راح تنطي نكهة وطعم كلش طيب للتمر. ولا تخافون اللي ما يحبون نكهتها أو طعمها ما راح تأثر أو ما تبين. مجرد أنه أو إذا حابين تستبدلونها بهيل براحتكم، إذا حابين تستخدمون الفانيلا السائلة هم هذا الشي راجع لكم، راح ينطيكم نكهة كلش طيبة. مثل ما تشوفون أني موطية النار بنات، وأعجن بالتمرة اللي عندي شوية شوية حتى تمتزج كل الحشوة وتكون عجينة متماسكة. تشوفون هي بلشت تلم عندي وتصير عجينة وحدة ويا طبعا المكونات اللي عندي. والزبدة مثل ما تشوفون اختلطت، ضفتها مرة واحدة فاختلطت كليتها وصارت عجينة متماسكة. بس انطيها وقتها بنات واتركها تاخذ نار، يعني نار العفو هادئة،
للطباخ، فما تاخذ وقت طبعا بسرعة. وعندكم هذه الكمية تبقى عندكم أيام. طبعا بعد ما خلوها بحافظات وتتركوها على جهة وقت الفطور، تاخذون من عندها وتخلون ويا الفطور ويا جمعات. يعني هي التمر هذه مو بس مجرد الفطور، فهذه كلش راح تفرق عندكم. سوون كمية وتبقى عندكم فترة طويلة بنات. قد ما حافظتوا عليها بحافظة أو غطاء راح تبقى عندكم، وتدخلوها إذا حابين الثلاجة، وإذا ما حابين تدخلوها الثلاجة حتى ما تقوى عندكم، تبقى طرية خارج الثلاجة وغطاء. تبقى من عندكم العفو من أسبوع إلى أسبوعين. وهذه كمية شفتوا كلش ما شاء الله هواية. طبعا تشكيل بنات براحتكم شلون حابين تشكلوها، بس أفضل طريقة وأفضل وأسهل الكرات، والمتعودين عليها نسويها كرات، فأنتوا براحتكم شلون حابين تشكلوها. شوفوا ما شاء الله الكمية اللي صارت عندي، كلش كمية ما شاء الله هواية. وبقى طبعا من التمر على جهة. هنا طبعا اضفت الراشي ينطي نكهة او طعم كلش طيب للتمر، وكرات التمر ويا الحشوة اللي ضفناها. بهذه الحشوة بهذه الطريقة راح تاخذون او تحصلون على كرات تمر كلش طيبة ونكهة وطعم روعة. استخدموا الزبدة اذا حابين، الزبدة بعد تنطيكم نكهة كلش طيبة. ان شاء الله فيديو اليوم عجبكم وحبيتوه، ورمضان كريم عليكم وصحة وعافية يا ربي للجميع. إن شاء الله أكون فدتكم ولو شي بسيط. جربوا هاي الطريقة وإن شاء الله تحبونها. ضيفوها سفرة رمضان، ورمضان كريم على الجميع. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. مع ألف سلامة.